الكيكة اللي ما راحش تندموا عليها، خفيفة وبنينة، تجي مشوربة، محشية بنواد كوكو، تجي هايلة، خفيفة، بمقادير موجودة في كل بيت. ان شاء الله تعجبكم. ما نطولوش ونروحوا بطريقة التحضير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه افضل الصلاة والسلام. هنا البنات عندي 3 حبات تاع البيض كما راكم تشوفوا معايا، والسكر انا درت غير تقريبا 4 مغارف سكر. انا نقصت الحلاوه، نتوما تحبوا بزاف يعني السكر ديروا نص كاس، ودرت تاني نص مغرفه كبيره تاع لافاني باش تعطينا ذوق الفاني وهايله. نخلط كامل هذاك البيض مع السكر ومع هذيك لافاني حتى الدبلي يعمل كيما راكم تشوفوا. انا لازم نحركو هذاك يعني ولا نخلطو هذيك السكر حتى يذوب. هنا درت مغرفه كبيره تاع كاكاو، يعني استعملوا الكاكاو الجيد. انا درت نص كاس تاع حليب. راح نخلط كامل هذوك المكونات كيما راكم تلاحظوا هنا. صدقوني هذا الكيكه بزاف هايله، تجي مشوربه وهي ماشي مشوربه، خفيفه تاني توالي من القهوه ولا ضياف، يعني اكيد ما راحش يعني تندموا عليها. اذا نخلط كامل هذوك المكونات. هنا راح نضيف نص كاس تاع الزيت، نضيفه غير بالتدريج حتى نكمل كامل يعني الكميه. واللي مازال ما دخلتش للقناه نقولكم اشتركوا وبارطاجيو القناه مع الاصدقاء والاحباب هكا باش تعم الفائده. انا درت علبه تاع الياغورت تاع الكريم ديسير بذوق الشوكولا. راح نزيد نخلطهم كامل هكا باش يجانسوني كامل المكونات اللي درناهم. لان البنات راح نضيف في الفرينه، انا راح ندير الكاس الاول تاع الفرينه مع 2 باكيت تاع خميرات الكاطو. انا بالنسبه للخميرات الكاطو بزاف اللي يقولوا وحده فيها يعني خالي من الكلوتين ولا ما تطلعش. انا نديرها عادي وتطلع. يعني كاين 2 انواع من هاد الخميره، كاينه وحده خميره عاديه وهذه اللي درت انا فيها يعني مكتوب فيها خالي من الجلوتين، يعني يستعملوها هذوك الامراض تاع السلياكين ولا. انا يعني نستعملها تطلع الكيكه تجي هايله تجي خفيفه روعه، يعني كيف يعني نفس يعني نفس الشيء. اذا نخلطهم كامل هكذا كيما راكم تشوفوا. راح نضيف هنا النص الثاني تاع الفرينه. انا درت غير فقط يعني الربع تاع الكاس، ما كملتوش كامل هذاك نص الكاس. راح نخلط كامل هذوك المكونات. انا فقط ندير حوالي مغرفه. هنا كما راكم تشوفوا هذاك نص الكاس تاع الفرينه ما درتوش كامل. انا بعد ما كملت خلطت كامل هذاك الخليط ديالي راح نحطه في الصينيه مدهونه بالزيت ومرشوشه بالفرينه. انا استعملت هاد المول. راح نفرغ كامل هذيك الخليط. واكيد البنات لنا الفرن لازم يكون شاعل من قبل على 160 درجه، لان كل وحده والفرن ديالها. اذا انا قبل ما ندخل هذيك الكيكه يعني للفرن، هنا الحشو تاع هذه الكيكه عندي هنا 4 مغارف كبار تاع نواد كوكو اللي هو جوز الهند. هنا نص مغرفه صغيره تاع لافاني، وهنا عندي مغرفه كبيره تاع جبن ريجيم. هذا تقدروا تعوضوه بالعسل، تقدروا تاني تعوضوه بالكونفيتور يعني بالمعجون، ولا تقدروا تاني تعوضوه بالحليب مركز. اذا نخلط كامل هذاك جوز الهند مع هذاك الجبن ريجيم، نخلطه كامل حتى يعني نتحصلوا على شكل عجين.
صدقوني هذا الكيكه جات بزاف هايله وبنينه. اذا انا راح نكمل نخلطها كامل، والشكل هكذا كريات يكونوا صغار. انا فقط هنا الكميه اللي عندي تاع جوز الهند، يعني ما درتش بزاف كريات. اذا تحبوا يعني الكيكه ديالكم يعني تتعمر من هاد الكريات تاع جوز الهند، ماذا بكم يعني تضاعفوا الكميه تاع نواه كوكو. اذا انا نكمل نشكلهم كامل هكذا كريات. انا بعد ما كملت شكلتهم هكذا كريات رشيت عليهم شويه تاع الفرينه باش ما يهبطلناش لتحت، يعني تحت المول هكا. نحطهم كامل هكذا يعني فوق هذيك الكيكه قبل ما نحطوها في الفرن. قلت لكم اذا تحبوا الكيكه ديالكم تتعمر بزاف هذيك الكريات، ضعفوا فقط كميه من الجوز الهند. اذا انا راح نحطها في الكوشه. انا بعد ما ضبط لي هذه الكيكه كما راكم تلاحظوا يعني قلبتها ما لصقتش كامل وهي مازالها سخونه. تقدروا ديروا شوكولا تختيني. انا هنا درت لها شوكولا تختيني هكذاك هي سخونه باش لي تعاوني في يعني كي نديرها كامل فوق السطح ديالها. تقدروا تاني تذوبوا شوكولا عاديه وتضيفوا لها شويه تاع حليب وشويه زيت يعني وتسقيوها كامل من الفوق، وترشوا عليها شويه تاع هذاك جوز الهند، هذاك نواه كوكو كيما راكم تشوفوا. صدقوني سهله وبسيطه وبنينه وخفيفه كما راكم تلاحظوا معايا، بمقادير موجوده في كل بيت. اذا انا نكملها كامله كذا نرش عليها شويه جوز الهند وشوفوها في صحن تقديم. انا بعد ما كملت البنات وخليتها بردت شويه راح نقسمها كما راكم تلاحظوا. قسم يعني التقسيم ديالها تقسم بكل سهوله. نقسمها هكذا مثلثات باش نشوفوا كيفاش جات من الداخل وكيفاش طالعه بهذيك الخميره. هنا مازال هذيك الكيكه مازالها سخونه كما راكم تلاحظوا. شوفوا هنا كيفاش يعني القوام تاع الكيكه كيفاش طلعت روعه الله يبارك. جات بزاف هايله كما راكم تشوفوا. وهنا قلت لكم هذيك الكريات تاع الجوز الهند راح نقسمها معكم تشوفوها كيفاش جات خفيفه تاني. هنا راح نقسمها معكم. شوفوا هذيك الطراوه هذيك البنه وهذيك الحشو تاع جوز الهند هايله هايله وبنينه. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسوناش باش واشتراك للقناه في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.